اليوم عنا توقعات يو اف سي 306 رياض سيزن موسم الرياض نوتش يو اف سي 306 شون مالي ضد مراب دفاجفيلي موسم الرياض يوم الاستقلال المكسيكي. اسماء كثيره لها العرض حيكون بالسفير هذا مثل اللي عاملينه هلا بهذا لاس فيغاس المبنى الكبير. جدا متحمس على العرض هذا. اخيرا اجى عرض يعني حكون متحمس له. العرض كانوا عم يسوقوا له كثير انه حيكون واحد من اكبر العروض الرياضيه بالتاريخ. آه، ما في هو اسماء كبيره كثير، يعني اكبر اسماء اللي فيه شانو مالي، مراد فاجفيلي، براين اورتيغا، ودييغو لوبيز، وتقدر تقول فالنتينا شفشنكو والكس جراسو. بس غير هيك ما في مثل اسماء كبيره كثير. بس في مواجهات حتكون ممتعة كتير، والعرض حيكون فيه 10 مواجهات ويعتبر هذا الشيء قليل كتير. والسبب انه العرض حيكون شوي قصير هو لانه لما مستأجرين هن المبنى تبع اللي حيعملوا فيه العرض. بكلف مصاري كتير، يعني اليو اف سي دفعوا تقريبا 20 مليون دولار مشان بس يعملوا هذا العرض. ف ان شاء الله يعني يكون عرض ممتع بعد كل هالوقت والانتظار والمصاري اللي دفعوها. وكمان حيكون موسم الرياض، ما بعرف ليش عم يعمل موسم الرياض بلاس فيغاس ليوم شو اسمه الاستقلال المكسيكي. بصراحة أنا ما هذه الأشياء كلها ما بتهمني، أنا بس بدي أشوف ناس عم يضربوا بعض وشوف ناس عم ينزل منها دم. هذا اللي أنا متحمس له. اليوم هعطيكم توقعاتي، مين متوقع يفوز مين متوقع يخسر. لو حابين تعملوا سكيب لمواجهة انتم حابين تشوفوها حيكون التايم ستامب بالمقطع، اختاروا مواجهة انتم تشوفوها. انا حاعمل مواجهة من اول مواجهة لاخر مواجهة. لو حابين تعملوا سكيب لمواجهة انتم مش بدكم تشوفوها اعملوا سكيب. خليكم مع المقطع. طبعا المواجهة الأولى عن راؤول روسس جونيور ضد أريجي لونغ. طبعا خليني نكون صريح معكم. راؤول روسس جونيور حيفوز بهي المواجهة بكل سهولة من البداية. خلينا نحكي اليو اف سي عارفين شو عم يعملوا، جايبين مثل نجم صاعد مكسيكي صغير الجماهير بحبوه. وجايبين له خصم سهل كتير اللي هو ريجي لونغ مشان كيف يفتح هو حيكون مواجه بعرض فحيفتح العرض حيفوز بكل سهوله. حيحمس الجماهير حيحمس المتابعين وحيكون انه شو مكسيكي فاز وهيك. وكيف لك بدهم يطلعوا انه المكسيكيين حيطلعوا وياه. وحتى دينا وايت طلع عم يقول انه هي حتكون مثل رساله الحب للمكسيك من الحكي هذا. فاكيد هالعرض هذا حيكون في مكسيكيين حيفوزوا كتير. هذا على الاقل بتوقع انه حيصير. طبعا عندنا راؤول روسا جونيور يعني واحد من افضل المقاتلين الصاعدين باليو اف سي، عمره بس 19 سنه. اصغر مقاتل يو اف سي بالتاريخ وقع عقده مع اليو اف سي لما كان عمره 17 سنه. طبعا بيتميز بالجوجيتسو العالي تبعه. وعلى غالب حيفوز بسهولة، حينزل ريجي لونغ على الأرض ويخليه يستسلم بسهولة. وعنا ريجي لونغ اللي هو ملاكم سترايكر حيركز على الضرب تبعه، ما حيحاول ينزل المواجهة على الأرض أبدا. لأنه جدا سيء على الأرض وحيحاول يخلي المواجهة على الأرض، وهالشيء بصراحة صعب يصير لأنه دفاع التيك داونز عنده جدا سيء. فأتوقع المواجهة الأولى حيكون راؤول روسس جونيور يفوز بالمواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عن مواجهة حتكون حلوة كتير. عنا إيج إيج إيجر كاهيرز ضد جوشوا فان. طبعا فان خسر مواجهته الماضية لو بتتذكروا اللي كانت قبل شهرين بظن تشارلز جونسون يمكن كانت. فان طبعا ملاكم جدا قوي وسريع لكن عنده مشكلة انه حجمه صغير. المقاتل حجمه يعتبر صغير كتير مقارنة للمقاتلين التانيين اللي بوزنه. طبعا هو بأصغر وزن باليو اف سي وللأسف يعني مع هيك بضل حجمه صغير، طوله يمكن 160 سنتيمتر ولا هيك شيء. طبعا حجمه صغير وإيديه قصار، وهي واحدة من هي السلبيات اللي هو انه حجمه صغير اللي بيخلي مثل خصومه يستغلوا انه يهجموا عليه ويضغطوه من الحكي هذا. طبعا خصمه كهيرس يعني هو كان المفروض يواجه خصم تاني لكن خصمه انسحب وحطوا مثل حطوا شو اسمه هذا فان بداله. بدك تتذكروا انه كهيرس صار عم يتجهز على المواجهه من شهور. ما عندك جوشوا فان اللي هو قاتل من شهرين وخسر نيم في ناك اوت او تي كي او، وهلا بعد شهرين حيرجع. طبعا جوشوا فان صغير عمره 22 سنه وله مستقبل كبير، بس هل نحكي انه هل هي حركة ذكية من جاشوا فان انه يرجع بكير كتير من بعد ما تنيم من شهرين؟ ما بعرف. طبعا مهارات كهيرز يعني عالية، المقاتل يعني يعتبر جيد وحجمه كبير، وبصراحة أي مقاتل يعتبر حجمه كبير مقارنة لفان. وكهيرز عنده قوة بضربته كتير. وفي مشكلة عند فان بمواجهاته إنه هو بيهجم كتير، هو اللي بيضغط خصومه. وهالشي مثل بيفتح مثل بيفتح وشه للخصم
وبيخلي اسهل خصومهم انه يضربوه، لانه لما انت تضغط كتير وانت اللي مثل تفتح الاوبننجز للضرب، حيكون اسهل على خصمك انه يضربك الك، وهالشي حيكون سيء خصوصا لما تكون انت راجع من نوك اوت من شهرين، خصوصا ضد واحد يعني عنده قوه بضربه مثل هذا كهيرس. وغير هيك ادجار كمان عنده مهارات جيده بالجوجيتسو، ممكن يعني يكون واحده من خططه انه ينزل المواجهه على الارض. لكن بصراحه لو بدي اطلع على المقاتلين الاثنين وقارن مهارات يعني مواهبهم ومهاراتهم والسكيلز تبعهم، جوشوا فان احسن من كهيرس من كل النواحي. ممكن على الارض يكون اسوأ بشوي، لكن ما بشوف ان المواجهه حتنزل على الارض. لكن الشيء الوحيد اللي انا خايف منه انه جوشوا فان يكون لسه متاثر من النوك اوت اللي اجته من شهرين، يجي على المواجهه هي ما مستعد وياخذ ضربه وينام. لكن مع هيك حختار جوشوا فان لانه هو مثل الاختيار الامن، فاتوقع حيكون جوشوا فان ليفوز بهي المواجهه. اما المواجهه اللي بعدها عندنا ياسمين هاوريجي ضد كيتلين سوزا. طبعا ياسمين عندها مشكلة وهي انه دفاعها شوي سيء، يعني بتعطي فرص لخصومها انه يضربوها طول الوقت، وبتركز على يعني كيف لك بتركز على ضربها بمواجهته، يعني كيف لك ما بتحاول انه تنزل خصومها على الارض. لكن يعني تطلع عليها على الرجلين تعتبر تكنيكها يعني افضل من سوزا بكتير، على الغالب هو هذا الشيء اللي حيكون سلاحها الاساسي اللي هو التكنيك تبعها. وعندنا سوزا اللي مو كتير سيئة لكنها يعني مو نفس بمستوى ياسمين، فأتوقع حيكون ياسمين أوريجي لتفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عن مانويل توريز ضد إغناسيو بهامونديز، بمواجهة كمان حتكون ممتعة كتير. طبعا توريز جدا قوي وخطير بالراوند الأول، يعني توريز لما يبدأ الراوند الأول بتلاقيه عم يهجم وعم يضرب وضغط عالي كتير وهيك، وهالشي بتلاقيه يعني بيكون واضح، بتلاقيه هيك دائما هو اللي عم يهجم، عم تلاقيه عم يضرب ضربات كتير. وصح انه بينضرب هو كتير الضرب يعني بمواجهاته بسبب ضغطه العالي، لكن الهجوم يعني كيف لك تبعه بيكون سريع وقوي، وتحمله بيكون عالي، يعني بتلاقيه بياخذ ضربات لكن بتلاقيه بيتحمل هالضربات. ودائما هو لما ينضرب بيضرب ضرب اقوى، بيضرب خصومه ضرب اقوى. وعندنا بهاموندس اللي بيضل شغال على الرجلين، هو عم يقاتل وبيضل عم يضرب يعني عم يضرب خصومه، خصوصا لما المواجهه يعني تطول توصل للراوند الثاني والثالث، تلاقيه هو بصير بيتحكم بهالمواجهه بالمواجهات كيف اقول لك. وبسبب يعني قوه وضغط توريس، يعني 14 من 15 انتصارات له انتهوا بالراوند الاول. هالشي لازم نتذكره انه كيف اقول لك هو عنده 15 انتصار بمسيرته، 14 فوز منهم انتهوا بالراوند الاول. فهل حيكون الكارديو تبعه والستامينا منيح ليوصل الراوند الثاني والثالث ضد خصم مثل إغناسيو بهاموندس؟ يعني خصم مثل إغناسيو بيقدر يتحكم بالراوند الثاني والثالث وهيك، يعني لأنه بهاموندس الركلات عنده جيدة كتير، وشفنا أكثر من مرة بيعمل ناك اوت بضربة الرجل تبعه بسبب طوله. يعني هو يعتبر طويل وصح يعني تحمله يعتبر جيد، لكن التحمل كيف لك كمان مثل ما حكينا انه بيصير أسوأ مع الوقت وما بيتحسن. يعني التحمل واحد كل ما انضرب التحمل تبعه ما حيتحسن، لا حيصير أسوأ. فكل واحد كل ما أخذ ضرب التحمل تبعه حينزل شوي شوي. ولمقاتل يعني أخذ ضرب كتير صعب توثق كمان بتحمله. طبعا المشكلة باختيار توريس مثل ما قلت لكم هو إنه ولا مرة شفناه عم يوصل للراوند الثاني أو الثالث، وما بتعرف إذا كيف ضغطه وهجومه حيضل مثل الراوند الأول. ومشان هيك حاختار الخبرة وحاختار المقاتل اللي بيقدر يتحكم بالراوند الثاني والثالث وبيقدر يفوز مواجهة كاملة مو بس بالراوند الأول. فأتوقع حيكون إغناسيو بهاموندس يفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عنا إيرين ألدانا ضد نورمان دمان. طبعا إيرين عمرها 36 سنة وعندها خبرة كبيرة باليو اف سي وقاتلت مقاتلات كتير، لكن في شيء لاحظناه بمسيرتها ضد بكل مواجهاتها إنها سهل كتير تنزل على الارض، ولما تتنزل على الارض دائما بتخسر بمواجهات، خصوصا لما يعني كيف لك ينزلوها على الارض ويتحكموا فيها على الارض، بتلاقي خلص ما بتحاول تقوم ولا بتحاول تتحكم ولا بتحاول انه تقلب التيك داون على خصومها وهيك، بتلاقي بس بتتسطح على الارض يعني بتستسلم. لكن لو بدنا نحكي عن الستاندنج تبعه والملاكمه تعتبر جيده كتير، واحدة من الأفضل بين يعني مقاتلين النساء. وخصمها دومونت عندها فرصة إنها تقدر تنزل ألدان على الأرض وتتحكم فيها هنيك، لأنه مثل ما حكينا ألدانا تيك داون ديفنس عندها جدا سيء وما بتقدر تتحكم على الأرض أبدا. فدومونت لازم تنزلها على الأرض وتخليها على الأرض طول المواجهة،
وتفوز. وهذا على الغالب حيكون مثل خطتها الرئيسية بهي المواجهة، لأنه مستحيل تقدر يعني توقف على الرجلين ضد واحدة مثل ألدانا، لأنه ألدانا أحسن منها بكتير بالبوكسينج والسترايكن على الرجلين. وبسبب إنه المصارع عند ألدانا جدا سيء، ودمانت بتقدر يعني كيف لك تنزل المواجهة على الأرض، أتوقع حيكون نورما دمانت لتفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عندنا رونالدو رودريغيز ضد أودي أوزبورن. طبعا رونالدو جديد باليو اف سي، لكن مع انه جديد لكن عنده خبرة كبيرة كتير بالقتال، يعني عنده خبرة بالكيك بوكسينج والام ام اي، عنده مواجهات كتير بس حتى يعني مع انه صغير لكن عنده مواجهات كتيرة بالمسيرته بالقتال. وطبعا رونالدو التحمل عنده جيد كتير مثل ما شفنا بأول مواجهتين له باليو اف سي، يعني بياخذ ضربة كتير لكن بتلاقيه هيك بتحس ما بينهز ولا كأنه انضرب. لكن عنده شيء مثل ما حكينا انه واحد لما يكون تحمله سيء معناها الدفاع عنده سيء، فالدفاع الضرب عنده سيء، والتيك داون ديفنس عنده كمان سيء. لكن المشكلة هي انه خصمه اودي اوزبورن مقاتل جدا سيء صراحه، ما بيستاهل يكون على العرض هذا ابدا. مهاراته سيئه وما عنده شيء بيتميز فيه، ضرب عنده يعتبر شوي عادي ما هو شيء، كيف اقول لك، عنده هو كمان شوي قوه بضربه لكن تكنيك سيء، صارع سيء. انك تكون جيد على الرجلين بدون تكنيك، وقصدي لما يكون عندك ضرب قوه ضرب عاليه بدون تكنيك وبدون تيك داون ديفنس او اوفنس وهيك، وما عندك جوجيتسو، بصراحه يعني هو يعتبر مقاتل سيء كثير. فمشان هيك حاختار رونالدو رودريغيز يفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عندنا دانيال زلهوبر ضد استبان ريبر. طبعا هالمواجهة حتكون ممتعة كتير، الغالب حتكون 50-50 بالنسبة للتوقع، لأنه المقاتلين جدا مناح حتكون مواجهة جدا قريبة. طبعا زلهوبر بالنسبة لحجمه وجسمه تكنيكه يعتبر جيد كتير، واستبان ريبوفيكس حيكون عكسه تماما، حيعطيك مواجهة مجنونة ما فيها أي تكنيك أو تركيز، بس حيضل عم يهجم وعم يضرب، يكون ضغطه عالي وهجومه عالي، تحمل الضربات حيكون جيد كتير، يعني هتلاقيه حيهجم طول المواجهة وعم يضل عم يضرب وعم ياخذ ضرب وعم يخلي المواجهة دموية ومجنونة، وحيكون جدا سريع بهجوم على خصومه. طبعا في أحيانا زلهوبر شفناه أكثر من مرة بمواجهاته بينهز، لما كيف لك تجي ضربة بتصير هيك بينهز أو بيصير له وابلد او روك. فهذا الشيء لازم نتذكره، لانه ممكن استبان ريبوفيكس يضربه ضربه قويه ويهزه. فاستبان وزلهوبر حيعطونا مواجهه ممتعه كتير، وحتكون قريبه كتير، وحيكون فيها يعني اكشن كتير. واتوقع حيكون استبان ريبوفيكس يفوز بهي المواجهه بسبب ضغطه العالي، واللي حيكون مشكله كبيره لزلهوبر. فأتوقع حيكون استبان ريبوفيكس ليفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عن دييغو لوبيز ضد براين أورتيغا. طبعا هالمواجهة حتكون يمكن أحسن مواجهة بهالعرض. طبعا المواجهة كان المفروض تصير من شهرين أو من شهرين تقريبا، لكن براين أورتيغا انسحب من المواجهة قبل المواجهة تقريبا ساعتين 3 ساعات، وفات بداله دان إيجا، فصارت مواجهة بين دان إيجا ودييغو لوبيز، ودييغو لوبيز فاز. لكن لاحظنا إنه دييغو لوبيز تعب بسرعة بهي المواجهة، ما بعرف هو بسبب إنه المقاتلين لما بيقاتلوا لازم يحرقوا وزنهم، لازم ينزلوا وزنهم وبعدين يرد يرفع وزنه مرة ثانية. وشو اسمه لوبيز اضطر يعمل هالشيء تقريبا 3 مرات المواجهة هي بسبب انه براين اورتيغا انسحب. فهلا يعني بنشوف شو حيصير. عندنا طبعا دييغو لوبيز اللي كيف لك جيد كتير على الارض. خلينا اول شيء نبدا ببراين اورتيغا، بما انه براين اورتيغا المقاتل الاكبر واللي صار له وقت اكثر باليو اف سي، خلينا نحكي عنه. طبعا عندنا براين اورتيغا اللي عنده هو من افضل مقاتلين جوجوتسو بتاريخ وزن الفيذر ويت. جوجوتسو عنده جدا عالي وجدا قوي، تحكم على الارض جدا يعني فعال، وهو تقريبا سلاحه الاساسي بكل مواجهاته انه يتحكم بخصوم على الارض باستخدام الجوجوتسو تبعه. وعندنا لوبيز اللي كمان جيد على الارض، لكن الشيء اللي بيتميز فيه هو قوه ضربه العالي، عنده قوه ضرب ايديه جدا قويه، وانهى 3 مواجهات الماضيه بالراوند الاول، مع اذا ما عدينا يعني المواجهه الماضيه كل مواجهاته انهاها بالراوند الاول، ما عدا يعني مواجهاته الماضيه مثل ما حكينا اللي كان المفروض يعني مثل ما قلنا تكون ضد اورتيغا، لكن بدل مع دان إيج. ومثل ما قلت لكم لاحظنا انه دييغو لوبيز تعب بالراوند الثاني والثالث وصار ابطا، فهالشيء ممكن ياثر على دييغو لوبيز ضد واحد مثل براين اورتيغا، مقاتل يعني بيضغط كثير وبيتعب خصومه. واذا المواجهه يعني وصلت للراوند الثاني والثالث يعني في فرصه كبيره انه براين اورتيغا يعني يقدر يسرق هالراوندين من دييغو لوبيز ويفوز بهي المواجهه. طبعا اورتيغا عنده خبره كبيره كتير، وقاتل على اللقب مرتين يعني، وقاتل افضل المقاتلين بتاريخ الفيذر ويت، قاتل ناس مثل ماكس هولوي
ألكسندر فولكانوفسكي، مويكانو، كوريان زومبي، ياير رودريغيز مرتين. فيعني الخبرة عنده والضغط عنده والجوتسو عنده. فصراحة اختار أنا يعني براين أورتيغا قاتل يعني بالمستوى مستوى البطولة والخبرة يعني أطول من دييغو لوبيز. وصعب شوف إنه دييغو لوبيز يقدر ينيم ولا أورتيغا، لأنه بصراحة لو المواجهة وصلت للراوند الثاني والثالث على الغالب أورتيغا هو اللي حيتحكم بهالمواجهة بسبب تحمله وضغطه العالي. فتوقع حيكون براين أورتيغا ليفوز بهي المواجهة. يعني بشوف إنه لوبيز حيقاتل، حيفوت حيهجم على المواجهة بسرعة، وحيضغط ضغط عالي بالراوند الأول ويحاول ينهي المواجهة بسرعة، وهالشي حيخليه يتعب. وعلى الغالب يعني كيف لك أورتيغا يعني حيستلم المواجهة بعد الراوند الأول، وحيتحكم بالمواجهة بالراوند الثاني والثالث، وعلى الغالب يفوز بقرار حكام. فأتوقع يكون براين أورتيغا اللي يفوز بهي المواجهة. أما المواجهة اللي بعدها عنا حتكون على لقب الفلاي ويت بين البطلة أليكسا غراسو ضد فالنتينا شيفشينكو للمرة الثالثة. على المرة الأولى فالنتينا شيفشينكو خسرت اللقب ضد أليكسا غراسو بصدمة كبيرة للمتابعين. عملت خطأ، ومثل هي كانت تعمل سبين باك فيست، لكن فأليكسا غراسو مسكتها من رقبتها وخنقتها وخلتها تستسلم. بمواجهتهم الماضية اللي صارت بداية السنة، مواجهة جراسو وشفشنكو انتهت بتعادل. أنا ما بشوف كان لازم تكون تعادل، أنا بشوفها إنه كان لازم تكون فوز لفالنتينا شفشنكو. هي المواجهة كانت قريبة كتير، لكن تعادل ما بعرف إذا كانت تعادل. يعني هي مواجهة قريبة، أنا توقعت إنه شفشنكو هي اللي كانت حتفوز، لكن صارت تعادل. فعملوا المواجهة هلا للمرة الثالثة. طبعا جراسو عم تتحسن كتير بكل مواجهة على الرجلين وعلى الأرض، وعم تصير فعالة أكتر، وباين إنه كيف لك قوة الحزام. يعني في مقاتلين لما يفوزوا بالحزام فجأة بيصيروا مقاتلين أفضل. وحتى في قاعدة بيقولوها باليو اف سي إنه المقاتل لما يصير بطل بيصير أفضل ب30%، لأنك أنت لما تكون بطل كيف لك عم تدافع عن لقبك. وهالشي شفناه بأليكسا غراسو بمواجهتها الماضية ضد شفشنكو. يعني على الأرض كانت قوية، وعلى الرجلين كانت عم تضرب شفشنكو، الشيء اللي ما حدا كان متوقع، لأنه عندنا شفشنكو عمرها 36 سنة بخبرة عالية كتير، قاتلت أفضل المقاتلات تاريخا بالتاريخ، وعمرها 36. صح عمرها 36 سنة، لكن يعني هي عمر 36 سنة كبيرة بالعمر، والشيء ممكن يأثر عليها. ولأنه عم يبين عليها العمر. يعني آخر مواجهة انضربت أكثر من ضربة وانهزت، وفي مرة يعني توقعت على الأرض نوك داون من أليكسا غراسو بالراوند الأخير. عم يبين إنها عم تصير كبيرة بالعمر. لكن شفشنكو المصارعة عندها جيد وقوي، والكيك بوكسينج عندها جدا قوي، والتحكم بالمسافات عندها كمان جيد كتير. وبصراحة يعني بعرض حيكون عاملينه للمكسيكيين، وعندك بطلة مكسيكية وصغيرة بالعمر، وبيوم الاستقلال المكسيكي على غالب الحكام حيكون على طرف أليكسا غراسو، وكيف لك حيحاولوا انهم يخلوها تفوز. بالنسبة يعني لشفشنكو يعني صارت كبيرة بالعمر، وهي فازت يعني وصلت للقمة وفازت باللقب، وما عاد عندها مثل شغف للفوز مثل زمان. وهلا عندك راسو اللي عمرها تقريبا 31 32 سنة، لساتها صغيرة بالعمر، وبطلة أول بطلة مكسيكية بالتاريخ، في تاريخ اليو اف سي. فعلى الغالب هي حيكون عندها شغف أكتر للفوز، وحتحاول تفوز أكتر بالمواجهة. فأتوقع حيكون أليكسا غراسو تفوز بهالمواجهة وتسترجع اللقب تبعها. وهلأ نوصل للمواجهة الأخيرة، المواجهة اللي أنا متحمس لها كتير على لقب البانتم ويت بين البطل شان أومالي ضد مراب دفالشفيلي. طبعا حاعطيكم توقع، بس أنا بالعادة كيف بعطيكم مهارات كل مقاتل، بلكم كيف ممكن هذا يفوز وكيف ممكن هذا يفوز. هالمرة حاعطيكم توقع من البداية، وحاشرح لكم ليش. طبعا حاعطيكم توقع ببساطة وبسرعة. كون توقعي شان أومالي ليفوز بهالمواجهة، وعلى الغالب حيفوز بسهولة، وحيكون خصم مراب دفالشفيلي يعني مواجهة سهلة. حشرح لكم ليش. شفنا كيف أومالي هزم ستيرلينج بمواجهته قبل الماضي لما فاز باللقب، ونيم لستيرلينج عمل له نوك اوت. وبصراحة بتقدر تقول انه ستيرلينج مواجهة اصعب من مراب
أومالي. وشفنا كيف كانت مواجهة ضد مارلون تشيتو فيرا مواجهته الماضية، كيف كانت هي مواجهة سريعة وفيها ضغط عالي. شفنا كيف إنه قدر يضغط مارلون فيرا طول المواجهة. وبصراحة يعني ما بشوف يعني مراب عنده مثل فرصة يفوز بهالمواجهة، لأنه مراب مصارع بيضغط بالتيك داونز تبعه طول المواجهة. وكيف لك هو ما بيحاول ينهي المواجهة على الأرض، بس بتلاقيه بس عم بيعمل تيك داون ده يضل عم يهجم على خصمه يحاول ينزلهم على الأرض. ودائما هي خطته بتكون إنه كيف ينزل خصومه على الأرض طول المواجهة لحتى يتعبهم ويكسرهم بدنيا، بعدين يكسرهم جسديا لحتى خلاص كيف لك يستسلموا ويصير ما عندهم بدن يقاتلوا ويفوز بقرار حكام. وهذا دائما بيكون هالشيء خطته لمراب. فمراب بده يقاتل 25 دقيقة 5 راوندز بدون لازم يقاتل يعني مواجهة كاملة بدون أي أخطاء لازم يقدر ينزل أومالي على الأرض بكل راوند، يتحكم فيه وما يخليه يقوم، ويحمي وشه ويحمي بطنه ويحمي رجليه، لأن إحنا بنعرف إنه شان أومالي يعني مقاتل جدا دقيق بضربات، عنده طويل يعني ضربه طويل وجدا دقيق قوي كتير، يعني ممكن أي ضربة تنيمه لمراب. مراب بده يحاول يركز على انه ينزل شان أومالي على الارض ويحاول يحمي حاله من ضربات شان أومالي. فمراب يعني عنده مشكله كثيره. وشفنا يعني مراب مرتين انهز ضد مارلون مرايس، هنري السهوله بمواجهته الماضيه. شفنا كيف انه الليفت هوك انهز ضربه هي يعني، واكثر من مره بتحس انه خلص يعني كيف لك حيخسر. فلو واحده من هي الضربات أومالي ضربها يعني وصلها على وش مراب، أنا ما بشوف مراب حيقدر يتحمل وحينام على طول. يعني خلينا نقول إنه مراب قدر ينزل أومالي على الأرض ويتحكم فيه على الأرض، وهو على الغالب يعني حيعمل هالشي مرة ولا مرتين إنه ينزل أومالي على الأرض. وبصراحة أنا بشوف إنه دفاع أومالي على الأرض يعتبر جيد. يعني الجوتسو عند أومالي ما يعتبر سيء أبدا، مو لأنه هو ما بيستخدم جوتسو فهو سيء بالجوتسو، لا، جوتسو عنده يعني جيد. وشفناه ضد بيريان كيف قدر يوقف من على الأرض لما بيريان نزل على الأرض. فإذا نزلوا مراب على الأرض يعني أنا بشوف إنه أومالي حيقدر يقوم يوقف بسهولة وما يخلي مراب يتحكم فيه على الأرض. فلو مراب لقى صعوبة بإنه ينزل أومالي على الأرض ويتحكم فيه هنيك، مراب ما حيكون عنده شيء يعمله. كمان شفنا انه مراب عنده ستاف انفكشن بايده اليمين، او بالعربي اللي هو التهاب المكورات العنقودية، مثل ما شرحت لكم اياها من كم شهر، اللي كانت عند اسلام مخاتشف، نسيت والله وين كانت، يا بايده يا برجله. هي اللي بتصير لما المقاتل بيجي عرق على جسمه كيف ما بينظفه. الشيء بتعب المقاتل، والمضادات الحيوية تعب المقاتل وبتخلي الكارديو والستامينا تبعه سيئة. يعني كيف اقول لك، لو ان يعني مراب هو سلاحه الاساسي كارديو والستامينا، ولو ان اخذ منه هالشيء هو حرفيا ما عنده اي شيء يعمله، لانه هو هذا السلاح الاساسي اللي هو الكارديو والستامينا، انه يضل عم يضغط خصومه. وغير هيك يعني اليو اف سي بيحبوا له اومالي وبدهم اياه يضل انه البطل وانه يفوز بهي المواجهه، لانه هو نجم. واليو اف سي ولو وصلت للمواجهه لقرار الحكام وكانت مواجهه قريبه، على الغالب حيعطوا الفوز فاتوقع حيكون شان اومالي ليلاقي الضربه القاضيه وينيم مراب ويفوز بهي المواجهه. وهون يكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى تكونوا استمتعتوا وعجبكم توقعاتي. أعطوني توقعاتكم بالكومنتات، من توقع يفوز من توقع يخسر. شكرا جدا على المشاهدة والسلام عليكم.